السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هعمل الايس كريم السهل جدا، طعم حلو جدا، هيعجبكم من اول مرة. لأول مرة تشوفوا القناة ندوس الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ورايكم في الكومنتات وما تنسوش في اللايك. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله. واول حاجه معايا كيلو من الفراوله، دي فراوله فريش وانا جمدتها. لازم اي فاكهه تستخدميها في الايس كريم تجمديها في الفريزر الاول. عليه كل كيلو فاكهه عليه 125 جرام من الكريم شانتيه. بنجيب توم، وهيكون معايا سكر بودر. هجيب الكبه بتاعتي وهنزل عليها بالفراوله. بعد ما نزلت بالكميه كلها هنزل عليها بالكريم شانتيه. كل اللي هحتاجه عشان احرك الفراوله مع الكريم شانتيه 3 معالق من الميه. دي الميه اللي انا هحتاجها، بس مش هنضيف اي حاجه تانية غير السكر البودر. الفراوله هتحتاج معايا 5 معالق من السكر البودر، وممكن يزيد حسب الطعم اللي انت بتحبيه. هبتدي اضرب المكونات كلها مع بعض. هضيف بقيه كميه الفراوله اللي انا ما حطيتهاش عشان بس الكبه بتاعتي صغيره. بصوا يا جماعه القوام عامل ازاي والمطه عامله ازاي، تحفه وطعمه هيعجبكم جدا. ده الايس كريم الاصلي اللي احنا بنجيبه غالي من بره. هنجيب بقى اي قوالب بتدخلها الفريزر، بلاستيك ستانلس، اي حاجه تنفع تخش عندك الفريزر. وهنزل عليها بالخليط بتاعي. هجيب بقى كيس بلاستيك او ستريتش غذائي وهغطيه كده كويس وهسيبه في الفريزر 4 ساعات. نيجي بقى لاحلى ايس كريم الكل بيعشقه، ايس كريم المانجا. هجيب المانجا واقطعها مكعبات واحطها في الفريزر تجمد بالشكل ده. وهجيب معايا تمن من الكريم شانتيه. هنزل بالمانجا في الكبه او محضره الطعام. هديها ضربتين كده الاول. هنزل على المانجا بمعلقتين من السكر البودر. المانجا مش بتحتاج معانا سكر كتير، بتبقى مسكره قوي. هنزل بقى بالكريم شانتيه 125 جرام ومعلقتين الميه. هضربها بقى كويس جدا، وهبتدي بقى اديها تقليبتين كده عشان لو في مانجا من تحت ما اتفرمتش هتتفرم معايا. شايفين بقى قوام المانجا والمطه الجميله، تحفه يا جماعه. هبتدي بقى برضو افضيها في القالب بتاعي بالشكل ده، وهسويها كويس جدا في القالب، وهغطيها بكيس او استرتش غذائي عشان متعملش طبقه من التلج على وش الايس كريم. وهدخلها الفريزر لمده 4 ساعات، وهناكل احلى ايس كريم بالطعم الاصلي، احلى من اللي بنجيبه من بره يا جماعه، هيعجبكم جدا، تحفه بجد. بعد ما عدى 4 ساعات هشيل الاكياس من على الايس كريم، وبنجيب معلقه الايس كريم وبنكون حاطينها في ميه سخنه عشان تمشي معانا بكل سهوله. كل مره بتاخدي بيها الايس كريم بتحطيها بعد ما تفضيه في ميه سخنه. بصوا الجمال يا جماعه، تحفه بجد. وده ايس كريم المانجا. بصوا يا جماعه الجمال، تحفه. لو ما عندكيش معلقه الايس كريم بنجيب كوبايات الكوفي اللي هي الكوبايات الكرتون ديت، ليها اشكال حلوه جدا. وقبل ما اجمد الايس كريم وهو كده بعد ما ضربته بحطه في اكياس كده الحلواني، وابتدي افضيه في الكوبايات بتاعتي وادخله الفريزر نفس المده. يا رب اكون افدتكم، يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.